امتى اخر مرة اشتقت لشيء بس بصدق؟ يعني مو انه انت حابب تعمله، لا انت مشتاق له فعلا. الغريب يا اصدقائي انه نحن اليوم منعرف قيمة اشياء كتيرة بالحياة بس ما عاد عم نشتاق لها. طيب ليه ما عاد عم نشتاق؟ ليه قلب الانسان فجأة ممكن يصير بارد؟ خليكن معي لإلكن السبب. قبل ما ابدأ خليني اقلكن يا ميت اهلا وسهلا فيكن، نورتوني من وين ما كنتم. هلأ نحن مثلا إذا بنعرف ومتأكدين تماما إنه المشي بيريح النفس وبفيد الجسم، بس مع ذلك بنأجله اليوم بكرة. وكمان بنعرف إنه الراحة الحقيقية لأعصابنا ولجسمنا ولنفسيتنا بتكون وقت نبعد شوي عن الموبايل. بس شو بنعمل؟ ما بنترك الموبايل حتى يمكن ننام فجأة أو تفضى شحن البطارية. وكمان بنعرف إنه العائلة بحياتنا شيء مهم جدا جدا، بس مع ذلك بتلاقي الأسرة الواحدة قاعدين كلهم بنفس الغرفة بس كل واحد ماسك موبايله وسارح بعالمه الخاص. مين فينا ما بيعرف إنه أحلامنا بتستحق السعي، بس مع ذلك منقضي سنوات طويلة ونحن عم نحلم، فقط عم نحلم وعلى تأجيل، ويلا ممكن بكرة وبعد بكرة، وبدون ما حتى نقرب خطوة واحدة من هي الأحلام. طيب المشكلة إذن وين؟ المشكلة يا أحبابي إنه كتير من هي الشغلات صارت تقيلة أو مملة أو مؤجلة دائما، رغم إنه نحن عم نعرف قيمتها، بس قلوبنا ما عاد عم تتحرك باتجاهها. بيحضرني قول الإمام الغزالي لخص هذا الشعور بجملة صغيرة بس هي عميقة كتير. قال: ما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق. فإذا المعنى ببساطة أنت إذا ما دقت حلاوة الشي ما رح تشتاق له. في فرق شاسع وكبير بين أنك أنت تعرف هذا الشيء من بعيد أو بين أنك أنت تلمسه وتعيشه. يعني على سبيل المثال نفس الفرق أنك أنت تقرأ كتب ومجلدات عن طعم العسل وبين أنك أنت تدوق حبة صغيرة من العسل على طرف لسانك. ف100% الطعم مختلف تماما. الأولى هي معلومة أما الثانية فهي تجربة. ونحن مشكلتنا بهذا الجيل صرنا جيل بيعرف الكتير بس بيتذوق القليل. يعني نحن عم نستهلك معلومات طوال الوقت، مقالات، فيديوهات، نصائح، أفكار، بس نادر حتى نحن نوقف ونجرب شي من اللي عم نشوفه. يعني نحن مثلا بنقرأ كتير نصائح وكتب وإرشادات عن السعادة، مع ذلك ما بنحاول نحن نوقف لحتى نطبق شي من اللي عم نقرأ بيننا وبين نفسنا لحتى نحصل على لحظات هادية وسعيدة. يعني مثلا بنقرأ عن النجاح بس ما بنتحمل تعب الخطوة الأولى، فمنصير نحن مثل شخص قاعد عم يشاهد وثائقيات وبرامج عن البحر كل عمره، بس بنفس الوقت هو بحياته ما بلل قدمي بالبحر. طيب وهلأ شو الحل؟ الحل أبسط بكتير مما نحن بنعتقد. بدك تشتاق لشي؟ لا تحاول تفهمه من بعيد وبس، لا جرب عيشه. ابدأ بحاجة صغيرة، يعني مثلا إذا أنت حاطط ببالك عادي روتينية حابب تطبقها، بلش فيها كل يوم ولو 5 دقايق مبدئيا. يعني إذا عندك هدف كبير فاعمل خطة صغيرة اليوم حتى مثل ما قلت لك لو كانت بسيطة. اقطع الضجيج اللي حواليك شوي، يعني سكر موبايلك، ابعد شوي عن التشتت وعيش اللحظة فعلا مع نفسك، مع فكرة، مع شخص بتحبه. يعني الحماس ما بيولد من الكلام أو من التفكير العميق، إنه أنا بضل بفكر ساعة بحس حالي تحمست. الحماس بيولد من أول تجربة حقيقية أنت بتعيشها وبتشعر فيها. يعني أحبابي هي المعرفة مثل الخريطة بس التجربة هي الرحلة. فأنا نصيحتي لنفسي ولإلكن لا توقف على الشاطئ وتدرس وتتأمل شكل البحر، انزل جرب وغمور رجلينك بالمي، لأنه أنت وقت اللي بتعيش التجربة عن جد
فالحماس تلقائيا رح يعود شوي شوي لقلبك ولداخلك. كل لحظة بتعيشها عن قرب، كل خطوة صغيرة بتمشيها، كل شعور جديد بتسمح لنفسك انك انت تجربه، هو اللي بيصنع الفرق الحقيقي بحياتك. فإذا نصيحتي الأخيرة، لا تنتظر الظروف المثالية ولا تستنى الوقت المناسب، لأنه ما رح يجي أبدا إذا أنت ما بادرت وأخذت الخطوة الأولى. بس هاي الخطوة كافية لترجع توقظ قلبك وتشعل حماسك وتخلي أي شيء تاني بهي الحياة شايفه مستحيل يصير ممكن. فآخر نصيحة بدي أحكيها، الحياة رحلة ولازم نعيشها، ما نكتفي بالنظر والمشاهدة لها من بعيد. وهلأ يا أصدقائي، مثل العادة إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا الاشتراك ولا تنسوا اللايك كمان، وحطوا فعلوا زر الجرس. أنا بتمنى لكم كل الخير، كل الحب، كل السعادة، كل السلام الداخلي. بتمنى لكم كل شيء بتحبوه الله يعطيكم إياه. إن شاء الله تضلوا بألف خير. بشوفكم بالفيديو الجاي وبأمان الله.